أهلا يا أساطير في أنمي جميل جدا. يلا نبدأ الأنمي. سنة 1911 وبالتحديد في مدينة نيويورك الأمريكية، بنشوف إل وهو نايم على سريره وبيقرأ في كتاب، وأبوه بينادي عليه لكن إل ما بيردش على أبوه. وبيدخل أبوه الأوضة وبيقول له أنت مش سامعني وأنا بنادي عليك؟ فبيقول له إل أنا سامعك، لكن أنا بقرأ في كتاب مشوق جدا ومش قادر أسيبه. وبنعرف إن إل بيحب القراءة جدا وأغلب وقته بيقرأ كتب. وفجأة بنشوف أبو إل وهو بياخد الكتاب من إيده علشان يشوف هو بيقرأ إيه، وبيعرف أبوه إنه بيقرأ رواية شارلوك هولمز للكاتب المشهور آرثر كونان دويل. لكن أبوه ما بيكونش حابب الروايات البوليسية، فبيألف في الكتاب لحد ما بيقف عند صورة لراجل عجوز وشكله يخوف. وبنعرف إن القصة اللي مكتوبة بتتكلم عنه، والراجل ده تعب كل المحققين بما فيهم شارلوك هولمز. والراجل ده هو أستاذ الجرائم البروفيسور موريا. وفي ليلة من ليالي نيويورك الضبابية وعلى أضواء الشموع الضعيفة، بنشوف طفل صغير ماسك شنطة وبيجري وهو خايف من حاجة بتجري وراه، وبتقع من الشنطة وبيكون فيها معدات طبية. وبيستخبى الطفل في شارع جانبي، وفجأة بيظهر قدامه الشخص اللي خايف منه وبيمسكه من وشه وبيخطفه. وبنشوف الطفل وهو مخطوف ومربوط في كرسي من ايديه ورجليه، واقف قدامه اللي خاطفينه والطفل مرعوب منهم جدا. وتاني يوم بنشوف لويس وهو بيتكلم مع نيسان عن الجريمة السابعة اللي حصلت في المدينة. وبنعرف ان الجرائم دي بتتكرر بقالها فترة، وبيتخطف فيها طفل صغير كل مرة بنفس الطريقة، واللي بيخطفهم بيعمل كده بغرض التسلية. وبعد ما بيخلص عليهم من غير سبب، بنعرف إن لويس ونيسان بيحققوا في القضية دي زي شارلوك هولمز ودكتور واتسون. وبنشوف لويس وهو بيكلم نيسان وبيقوله إن اللي بيعمل كده مستحيل يكون بني آدم طبيعي، وكمان الشرطة لحد دلوقتي مش عارفة تقبض على المجرم ولا يحلوا القضية اللي رعبة الناس كلها. لكن نيسان بيقوله لو دققت في التفاصيل هتعرف إن في خيط ممكن يوصلنا للمجرم. وبيفتح الجريدة اللي في إيده وبيقول لو بصينا على وظائف أولياء الأمور بتوع الضحايا، هنلاقي إن واحد فيهم بيصنع ساعات، وواحد بيصنع قبعات، والتالت جواهرجي، والرابع تاجر خيول، والخامس خياط، والسادس محدش عارف مين أبوه أصلا. لكن الولد اللي اتخطف شغال ساعي بريد، وده دليل ان اللي خطف الناس ده هدفه الناس الاغنياء اللي ليهم علاقة باهل الاطفال دول. وبيسألوا نيسان لو الاغنياء حبوا يشتروا اللحمة هل بيروحوا للجزار بنفسهم؟ لكن لويس بيقول له لا طبعا. فبيعيد عليه نيسان السؤال وبيقول له لو الاغنياء راحوا يشتروا مجوهرات او يركبوا خيول او يشتروا ساعات او يطلبوا لبس جديد، فبيقولوا لويس اكيد هيروحوا لاصحاب المهن دي بنفسهم، وهناك بيشوفوا اولاد التجار دول. وبيكمل نيسان كلامه بيقول له المجرم اللي عايز يستمتع بشهوته في القتل اكيد هيعمل كده مع الناس اللي بيشوفهم حواليه اغلب الوقت، وده معناه ان المجرم حد من الاغنياء. لكن اللي محير نيسان ان واحد من الضحايا هو طفل يتيم، يعني من أطفال الشوارع. فإيه اللي ممكن يخلي المجرم يخطفه وهو ما بيخطفش غير أولاد التجار الأغنياء؟ في الناحية التانية بنشوف الخياط إيدين وهو بيقلب في الزراير فبيلاقي زرار فيهم عليه دم. وفجأة بيدخل عليه واحد من الأغنياء واسمه ألبرت، فبيقول له الخياط إن البدلة اللي طلبها لسه شغال عليها وما خلصهاش. لكن ألبرت بيقول له أنا مش جاي عشان البدلة، لكن جاي أعزيك في ابنك رودي، وبيعتذر له إنه معرفش ميعاد الجنازة علشان كده مقدرش يحضر. فبيقول له إيه دين إن الشخصيات المهمة أمثاله ما ينفعش تحضر جنازة شخص بسيط زيي. فبيطلب منه ألبرت يرتاح من الشغل شوية، لكن ايدين بيقوله ان الشغل بيخليه يستريح وينسى اللي حصل شوية. وفي ميدان في وسط المدينة بنشوف طفل صغير بيعزف على آلة موسيقية علشان الناس تديله شوية فلوس، وبيتعب من العزف وبيقعد مكانه وبيتفاجئ بعملة كبيرة حد حطها في الكوباية اللي بيلم فيها الفلوس. وبيرفع راسه بيلاقي نيسان وبيطلب يتكلم معاه شوية وهيديله عملة تانية لو وافق. وبياخد نيسان الولد لمطعم وبيحط قدامه أكل كتير، وبنشوف الولد وهو جعان جدا وبياكل بسرعة وبنهم شديد. وبيسأل نيسان
كنت عايزني في ايه؟ فبيقول له نيسان ان الآلة اللي بيعزف عليها دي مش بتاعته، وفجأة بيوقف الولد اكل وبيشك ان نيسان ظابط وعايز يقبض عليه، لكن نيسان بيطمنه بيقول له لو انا ظابط كان زماني قبضت عليك. فبيطمن الولد وبيقول له دي الآلة الموسيقية بتاعت صاحبي كاس، وبيحكي له انه لما لقى جثته لقى الآلة واقعة جنبه، فاخدها علشان يشتغل بيها، لكن بعدها بيتشائم من المكان اللي كاس كان شغال فيه وغير مكانه وراح الميدان اللي في وسط المدينة. وبيسأله نيسان عن المكان اللي كاس كان شغال فيه، فبيقول له على بعد شارعين من المكان اللي لقيتني فيه. وبيروح نيسان للمكان وبيحلل المنطقة، وبيشك الأول إن كاس كان متراقب من عربية وهو واقف يعزف، لكن المجرم أكيد عايز يعرف عن ضحيته أكتر، فبيدور نيسان بعينيه على مكان ثابت ممكن المجرم يراقب منه كاس، وبتقع عينه على شباك فندق كبير تبع نادي جاستروس بيطل على المنطقة بالظبط. وبيرجع نيسان للبيت وبيحكي اللي حصل للويس. بنشوف ألبرت وهو قاعد معاهم وبنعرف إنه صاحبهم، وبيقول لهم إن نادي جاستروس ده مطعم كبير جدا بيروح له خبراء الأكل من العالم كله، وكمان يعرف إن هناك ناس كتير بتروحه. وبيفكر نيسان إنه يدخل المطعم علشان يقدر يشوف الناس اللي جواه ويعرف مين فيهم اللي ممكن يكون المجرم. وبيوافق ألبرت عشان يرجع حق ايدين في ابنه اللي مات. وفي المطعم بنشوف نيسان هو بيسأل الجارسون عن الراجل اللي قاعد جنب الشباك على طول، وبيقول له الجارسون ان ده ارجنتينو، وبيقول له انه ده واحد من مؤسسين النادي. فبيسأله نيسان لو بيقعد هنا على طول، فبيقول له الجرسون مش على طول، بس طول ما الكرسي ده فاضي بيقعد عليه. بعدها بيروح نيسان يقابل أرجنتينو وبيطلب يتعرف عليه، وبيقول له إن اسمه جيمس مورياتي، لكن أرجنتينو بيقابله بطريقة وحشة وبيقول له إنه مش عايز حد يقعد معاه. وبيحاول نيسان يفتح معاه أي حوار، وبيقول له إن البدلة بتاعته دي متفصلة عند إيدين، والخاتم اللي انت لابسه ده غالي جدا وأكيد اللي عمله لك حد من شارع جولدشتاين، وساعة الجيب اللي معاك مصنوعة في محل ماسترز، والقبعة بتاعتك مصنوعة في محل مورجان، والخيل بتاعك بتجيبه من نادي شانون، والفترة الأخيرة بقيت مهتم بالموسيقى خاصة آلة الكونسورتيانا، وبتحب تاكل لحم الأرانب البرية الصغيرة وما تكونش مستوية قوي علشان تقدر تاكلها براحتك. بنعرف ان نيسان يقصد هنا الاطفال الصغيرين اللي بيخطفهم، فبيضحك ارجنتينو ضحكة صفرة وبيحاول يخبي قلقه، لكن نيسان بياخد باله وبيقول له ان افكارك الداخلية بتنعكس على ملامح وشك بسهولة. وفجأة بيقف من مكانه ارجنتينو وبيقول له في مشوار مهم نسيته ولازم امشي. وبعدها بنشوف نيسان وهو ماشي في شارع جانبي وراجل ضخم بيراقبه وماشي وراه، وبيدخل نيسان في شارع ضيق ومسدود، فبيدخل وراء الراجل ده لكن مش بيلاقي نيسان، كأنه فص ملح وداب. وفجأة بيظهر نيسان من وراه وبيقول له كنت شايفك وانت بتراقبني وسحبتك ورايا لحد هنا، واكيد انت اخد امر تخلص عليا. وبيحلل نيسان حركات جسمه وبيعرف انه بيستخدم ايده في الضرب كتير، فبيطلب منه يبطل يستخدم ايده ويستخدم عقله أكتر، لأن التعامل مع نيسان مش هيكون سهل زي خطف الأطفال الصغيرين. وبيقرب الراجل من نيسان علشان يضربه، لكن فجأة بينط لويس من على الحيطة وبيحط سكينة على رقبة الراجل، وبيطلب منه نيسان يروح معاهم علشان يسألوه كام سؤال. وفي الناحية التانية بيروح ألبرت يطلب من ايدين يلبس بدلة شيك علشان يروح معاه مشوار، وبعدها بيروحوا يقابلوا نيسان وبيعرفوا ان بالليل هيقابلوا اللي خلص على ابنه. وبالليل بنشوف نيسان وهو خاطف ارجنتينو ومخبيه في المدافن وبيسيب ايدين معاه علشان ينتقم لابنه.